طبعا لو أقول لك وش أقوى مخابرات في المنطقة أنت راح تقول لي الموساد الإسرائيلي أقوى مخابرات في المنطقة ويعرفون كل شيء و تعال اليوم أقول لك إني كانوا قادة في المخابرات والموساد يشتغلون جواسيس، وراح أذكر لك أكثر من شخص وراح أترك لك المصادر في الوصف علشان تدور وراي. طبعا لما أكلمك عن هذا الموضوع إن في أشخاص يعملون في الإدارة نفسها إدارة الموساد ويطلعون جواسيس تقول مو معقولة. القصة هذه ما هي مجرد حكاية عابرة، هذه كشف الواقع صادم عن جواسيس ما اكتفوا إنهم يخدعون من بعيد، لا دخلوا داخل الجهاز نفسه، اشتغلوا فيه، مسكوا وظائف حساسة جدا بالدولة وصاروا جزء من المنظومة اللي المفروض تحميها، لكنهم كانوا العكس تماما، كانوا السبب في أضرار استراتيجية كبيرة، أضرار للحين بعض تفاصيلها مخفية وكأنها جرح مفتوح ما اندمل ولا أحد يقدر يقيس عمق الحقيقي. ومن هنا تطلع قصة ليفي، قصة توجع، قصة تخلي حتى قدامى قادة الجهاز الموساد يحسون بمرارة ما تنوصف. مهاجر يهودي من بولندا يوصل في صيف 1948 في بداية تأسيس دولة إسرائيل فلسطين المحتلة، يدخل البلد وهو شكله عادي جدا، لكن اللي صار بعد كذا ما كان عادي أبد. الرجال دخل ينجح انه يثبت نفسه انه يهودي، يدخل جهاز الشباك نفسه. الشباك في إسرائيل تقدر تقول انه امن الدولة، جهاز امن الدولة الداخلي، فهذا مو اي وظيفة ولا وظيفة حساسة داخل قسم العمليات، ويقعد فيها 9 سنوات كاملة من عام 1948 إلى عام 1957. 9 سنوات وهو جالس في قلب الجهاز، ما أحد شك فيه، ما أحد حاس إن في خطر يمشي بينهم بهدوء. مهمته الرسمية كانت واضحة، زرع أجهزة التنصت في سفارات أوروبا الشرقية داخل تل أبيب. مهمته دقيقة وخطيرة، تحتاج ثقة كاملة، لكن الحقيقة اللي كانت مخيفة كانت أكثر بكثير. كان بدل ما ينفذ المهمة لصالحهم، لصالح الموساد الإسرائيلي، كان يسرب كل شيء للمخابرات البولندية، يعطيهم التفاصيل قبل ما تصير العمليات، وكأنه يقول لهم انتبهوا ترى بكرة أو بعده في شيء جايكم، يعطيهم فرصة يجهزون نفسهم، يعني يخدعون الطرف الثاني ويعيشون إنه بأمان، وكل هذا وهم ما يدرون إن الخطر ذا جالس بينهم من قلب الموساد الإسرائيلي. ولعلمك الوصف اللي انقال عليه من القادة اللي في الموساد كان قاسي جدا لكنه صادق، ذئب مكلف بحراسة الحليب. تخيل حجم الثقة اللي أعطوه إياها وكيف قلبها ضدهم، والدافع ما كان معقد، كان مال، فلوس، حياة مرفهة، فلوس تجيه من هناك وهنية وتخليه يعيش بطريقة ما كان يحلم فيها، لين يوم انكشف كل شيء وانقلبت الطاولة واضطر الجهاز يغير كل شيء، أساليبه، أسماء، قادة، عملاء، يغير طرق، كأنهم بدأوا من جديد بسبب شخص واحد. 9 سنوات من العمل في الموساد ضيعها عليهم ليفي هباء منثورا. لكن الاختراق ما وقف هنا، ما كان بس في الموظفين العاديين، لا، وصل لأعلى مستوى، وصل لقلب القرار نفسه. وهنا تظهر قصة إسرائيل بير، رجل دخل في الأربعينيات وبدأ يصعد خطوة خطوة لين صار ضابط كبير ومستشار خاص لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وقتها، مكان ما يوصل لها أي أحد بسهولة، مكان صعب. تخيل مكان مليان أسرار ما تنقال حتى بين المقربين. الرجال استغل مكانه، استغل سمعته كخبير استراتيجي، كتب كتب عسكرية، صار يحاضر في تجمعات مهمة، الناس تثق فيه، تعتمد عليه، تشوفه عقل مفكر، ويعني يعطون المعلومات وياخذون رأي، ايش رايك بنسوي كذا وبنسوي كذا، وياخذون رأيه. لكن خلفها الصورة المثالية اللي كان يظهر فيها في المجتمع الإسرائيلي كان في شيء ثاني. الرجال كان يطلع على كل شيء
وعلى أدق الأسرار، على الخطط والتكتيكات والعملاء والموساد وكل شيء يدور في مكتب رئيس الوزراء. متخيل كان يوصل لهذا الرجل؟ أقول لك رئيس الوزراء لو كح ولا عطس الرجال ده يعرف. واستمر على هالحال بداية من عام 1961 يوم المسك متلبس وهو يسلم حقيبة مليانة ملفات حساسة لشخص من السفارة السوفيتية. لحظة انكشافه ما في مجال الإنكار، متلبس كل شيء طلع وكل شيء صار واضح. واعترف بعدين ان دافعه كان قناعة، كان يشوف ان الاتحاد السوفيتي هو القوة الأهم بالعالم، وكان مقتنع انه يسوي هالشيء الصح من وجهة نظره. ووصف واحد من رؤساء الشباك السابقين انه اخطر واقوى الجواسيس، تأثيره كان عميق جدا، مو بس تسريب معلومات، لا، هذا كاملة في الأمن الإسرائيلي. والعقوبة كانت قاسية، 15 سنة سجن. لكن حتى مع كذا كثير من التفاصيل ظلت مخفية، وكأنهم يعني يحاولون يخفون حجم الضرر الحقيقي اللي سببه الرجل. تخيل الضرر، رجال يشتغل في مكتب رئيس الوزراء، فأنت متخيل. والقصص في الموساد ما وقفت عند هالحد، في ناس ثانية لعبت أدوار خطيرة، مثل شمعون ليفيزون اللي كان ضابط أمن في مكتب رئيس الوزراء، موقع حساس جدا، يعرف كل شيء يصير خلف الأبواب المغلقة. واستغل هالمكانة في التسعينات وبدأ يبيع أسرار الدولة، كل اللي يصير في الاجتماعات الصغيرة والكبيرة، كل النقاشات، كل القرارات، كلها كانت توصل للسوفيت مقابل المال. وفي قصة ثانية، غونيون سيغيف وزير طاقة سابق، شخص كان في موقع قوة وتأثير، لكنه في عام 2012 تم تجنيده من المخابرات الإيرانية، وصار يزودهم بمعلومات حساسة عن قطاع الطاقة والأمن، ومعلومات ممكن تغير موازين كاملة، ممكن تبيد دول. لكن الأخطر كان في المجال العلمي. الرجال ذا كان يعطيهم التفاصيل بكل شيء في المجال العلمي، الأماكن اللي المفروض تكون الأكثر حماية، الأكثر سرية، ومع كذا تم اختراقها. تحسب أن الموضوع وقف هنا؟ الموضوع قاعد يزيد خطورة، اللي جاي أصعب من اللي مر. أكلمك اليوم والآن عن ماركوس كلينبرغ. هذا الرجل مو شخص عادي، هذا الرجل عالم في المعهد البيولوجي، شخص يوصف بأنه أخطر جاسوس، لأنه سرب أسرار تتعلق بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، معلومات خطيرة جدا استمر يسربها لعقود بدافع ايديولوجي. كان يشوف انه يعني يسوي توازن عالمي. مو بس هذا الرجل، وفي بروسيفير اسمه كورت سيتا، عالم في الأشعة الكونية، اشتغل في التخنيون وتم تجنيده من تشيك، دولة تشيك والسوفيت، علشان يطالعون على الأسرار الإسرائيلية ويطلعون منه معلومات عن البرنامج النووي في بداياته، معلومات حساسة جدا في وقت كان كل شيء فيه تحت التأسيس في البداية. وشخص كان اسمه مردخاي فعنو، هذا الرجل فني نووي، هذا الرجل قرر يكشف كل شيء وفضح القدرات النووية للعالم. هذا الرجل ذا تقدر تقول بالمثل كذا المصري خلاها فضيحة بقلاقل. ازاي؟ يعني ما سرب الموضوع لمخابرات ثانية، الرجال ذا لا، سرب المعلومات لصحيفة اسمها سانداي تايمز. تخيل، سرب لهم معلومات تنتشر في العالم في عام 1986. لحظة كانت كفيلة انها تغير نظرة العالم بالكامل وتفتح باب ما كان احد يتوقع ينفتح، بس العالم عداها لان هذه يعني البيبي حقهم. لكن لو دولة عربية ولا مسلمة كان بدوها من على الخريطة. ترى القصة ما خلصت، في كثير خونة وجواسيس، بس أنا حبيت أعطيك نبذة إني اللي إسرائيل يعني كان فيها جواسيس من قلب الحكم، من قلب النظام، مثل ما في إيران في جواسيس وخونة من قلب النظام. ومو بس في إسرائيل أو إيران أو أمريكا، في كل مكان موجود الخاين وموجود الشريف، وهكذا.
تنتهي الحكاية، أو يمكن ما تنتهي، لأن اللي انكشف مجرد جزء، واللي مخفي يمكن أكبر بكثير. عالم الاستخبارات عالم من الأسرار، من الوجوه المزدوجة، من الخداع اللي بيصير من أقرب الناس، واللي يخلي أي حصن مهما كان قوي يخليه قابل للاختراق إذا كان الخطر جاي من داخله. بحيث المنطقة فيها أكشن هاليومين، أنا قاعد أجيب لك قصص من واقع الأحداث اللي حنا عايشين فيها. يعني أعرفك إسرائيل شوي، إيران شوي، أمريكا شوي، وهالأمور يعني تعيش وتعرف كيف الأمور صايرة بيناتهم يعني. فهذه هي قصة اليوم، أتمنى تكون عجبتك. في نهاية القصة، إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تترك لي تعليق. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.